عليكم طلابنا طلاب ثالثة إعدادي إن شاء الله يا شباب. النهارده هنبتدي بالدرس الأول. الدرس الأول بيتكلم طبعا عن حاجة اسمها الحاسب الديمقراطي، وإن شاء الله هننزل لكم المنهج كله على اليوتيوب. ما تقلقش، كل الناس طبعا كلها طالبة مننا يا شباب إن إحنا ننزل منهج ثالثة إعدادي، ده عشان خاطر أولياء الأمور. فنبدأ دلوقتي واحدة واحدة نبتدي بالدرس الأول. الدرس الأول بيتكلم فيها يا شباب. الدرس الأول بيتكلم عن حاجة اسمها الحاصل الديمقراطي. الحاصل يا شباب، الحاصل الديمقراطي. بالنسبة للحاصل الديمقراطي ده يا شباب، لما نتكلم في كام فكرة. الفكرة الأولانية بنتكلم في حاجة اسمها الزوج المرتب. الفكرة الثانية حاجة اسمها الحاصل الديمقراطي أصلا. الفكرة الثالثة يا شباب بنتكلم في حاجة اسمها عدد العناصر. وفي فكرة رابعة بس احنا هنديها في الدرس التاني. طب مثلا تعال نشوف الزوج المرتب واحدة واحدة. الدنيا بسيطة يا جماعة، كل حاجة بسيطة ملهاش لازمة. إيه هو الزوج المرتب؟ الزوج المرتب يا شباب شكله عامل كده، بص ده الزوج المرتب. بيكون فيه حاجتين، ألف مثلا وب. الألف ده بنسميه إيه يا شباب؟ الألف ده بنسميه مسقط أول. مسقط أول. طيب والب مسقط ثاني. يبقى الألف اسمه مسقط إيه؟ أول، والب مسقط إيه يا شباب؟ تاني. تعالى بس نشوف شكليات المثال. لما أنا أقول لك يا حبيبي ألف فاصلة ب بتساوي مثلا 5 و6، تقدر تجيب لي ألف بكام وب بكام؟ طبعا ده كلام فاضي زي ما أنت شايف، الكلام ملوش لازمة خالص. في الإجابة هتكون إيه يا شباب؟ الألف الأول بتساوي الأول. الأول بيساوي الأول، يبقى ألف بكام؟ ب5. طب الب الثاني بيساوي الثاني، يبقى الب بكام يا شباب؟ ب6. تعرف حاجة كمان لما أقول لك س ناقص 1 فاصلة 2 ص بتساوي 5 وكام و16. عاوز س بكام؟ عاوز ص بكام؟ طبعا ده كلام فاضي جدا ملوش لازمه. اول جزئيه كان هنعمل ايه؟ هناخد الاول نزود بالاول، يبقى س ناقص 1 بتساوي 5. الاول يا شباب بيساوي الاول. س ناقص 1 هتساوي كام؟ 5. طيب ونشد خط كده ونرسم الكشكول بالراحه. و2 ص هتساوي كام يا شباب؟ 16. يبقى الاول هيساوي الاول، والثاني هيساوي يا شباب الثاني. طيب احنا اتفقنا في ثانيه اعدادي واولى اعدادي، وفي حاجه يا شباب ان شاء الله هنزلها لكم. طبعا كل الناس اللي بتسمع الفيديوهات دي دول على قناه، في عندنا قناه تليجرام هتخش عليها هتلاقي فيه فيديوهات التاسيس. التاسيس ده يا شباب بيفهمك اللي انا بعمله. السي ده يا شباب عامل زي الراجل الوحش اللي بيكره الناس اللي جنبه. يعني انا عاوز اتخلص من واحد، طب هو الواحد ده بالزائد ولا بالناقص؟ الواحد ده بالزائد، يروح من الناحيه الثانيه. لو ده بالناقص يروح من الناحيه الثانيه بالزائد، يبقى س تساوي 5 زائد 1. س بتساوي كام يا شباب؟ 6. اللي بعده ايه هنا اللي جنب الصاد؟ اللي جنب الصاد ده ضرب. اللي جنب الصاد ايه يا شباب؟ ضرب. عكس الضرب ايه؟ اسم. يبقى الصاد بتساوي 16 على 2. صاد بتساوي 16 على 2 فيها كام؟ 2. يبقى تاني يا شباب، الأول بيساوي الأول، والتاني بيساوي التاني. بعد كده يا شباب ودي الواحد بدل ما هو بالناقص وديه بإيه؟ بالزائد، يبقى 5 زائد 1 بكام؟ ب6. هنا الضرب على الباقي يا شباب اسم. طب نكمل شوية. لو جيت قلت لك مسألة كمان، وليكن مثلا س أس 2 ناقص 3 وفاصلة ص أس 3 بتساوي كام يا شباب؟ بتساوي وليكن 6 وفاصلة 27. والراجل طالب منك س بكام وص بكام. بعد كده انا عاوز اجيب س وص، نفس الكلام اتفقنا بنقسم كشكول نص. اساوي الاول بالاول، يبقى س أس 2 ناقص 3 بتساوي كام يا شباب؟ 6.
س أس 2 ناقص 3 بتساوي كام؟ 6. ودي التلاتة بعكس الإشارة. طبعا هي بالناقص تبقى أوديها بالزائد. يعني يا شباب أنا عاوز أعمل إيه؟ أنا عاوز أخلي س لوحدها. واتفقنا في ملحوظة كده صغيرة أقولها لك، لو ناقص تتقلب إيه؟ زائد. طب لو زائد تتقلب إيه يا شباب؟ ناقص. طب لو ضرب تتقلب إيه؟ اسم. طب لو اسم تتقلب إيه؟ ضرب. طب لو أس تتقلب إيه يا شباب؟ جذر. ده كده كملخص بسيط. الحاجات دي يا شباب بقول لك لو هي بالسالب تتقلب بالموجب، لو هي بالموجب تتقلب بالسالب. تعالى نكمل. احنا هنمشي الاثنين الاول ولا هنمشي الثلاثه؟ احنا دايما نمشي البعيد الاول، نمشي الثلاثه. يبقى الاجابه س اس 2 بتساوي 6 زائد 3. يبقى س اس 2 بتساوي كام يا شباب؟ 9. انا عاوز اتخلص من مين تاني؟ من اللي فوق الس. اللي فوق الس ده يعتبر ايه؟ اس. ده كده أس. عكس الأس يا شباب جذر. س بتساوي جذر 9. جذر 9 كما شباب موجب وسالب 3. اللي ما فهمش يحاول يفهم ايه؟ التمرين. صاد أس 3 بتساوي 27. مين اللي مضايق الصاد؟ الأس 3. أوديها الناحية التانية يبقى ده أس. عكس الأس يطلع بإيه يا شباب؟ يطلع بجذر. يبقى الصاد بتساوي 27 هاخد لها الجذر، بس دي كام؟ 3 يبقى الجذر تكعيبي. يبقى الصاد بتساوي جذر 27 بكام يا شباب؟ ب 3. يبقى مجموعة الحل أو س موجب وسالب 3 والصاد ب 3. تعالى أرخم عليك في بعض المسائل يا شباب اللي ممكن تكون صعبة شوية. لو جيت قلت لك يا مستر مثلا هنا هيلعب عليك شوية، مثلا يجيب لك إيه؟ جذر س مفاصلة صاد 2 صاد ناقص 1 بيساوي 2.5. هو الراجل عاوز س زائد الصاد. طبعا ده كلام سهل جدا يا شباب. اساوي الاول بالاول يبقى جذر س بتساوي جذر س بتساوي 2. طيب وبعد كده 2 صاد ناقص 1 بتساوي 5. بعد كده انا عاوز امشي الجذر. ان عكس الجذر يطلع بيها يا شباب اس. يبقى س بتساوي 2. ده جذر انهي يا شباب؟ انا عاوز امشي الجذر يبقى بعمل الناحيه الثانيه ايه؟ اس. يبقى الس بتساوي ده 4. طيب بعد كده هنا مين اللي هتمشي الاول؟ الاثنين ولا الواحد؟ انا دلوقتي بفكر اكيد همسك دلوقتي كام؟ الواحد. ودي دي بعكس يا شباب الاشاره. يبقى 2 صاد بتساوي 5 زائد 1. 5 زائد ايه يا شباب؟ 1. 2 صاد بتساوي كام يا شباب؟ 6. مين اللي مضايق الصاد؟ اللي مضايق الصاد 2 دي ضرب. عكس الضرب يا شباب اسمه. يبقى الصاد تساوي 6 على 2 تطلع فيها كام؟ 2. طب لو جينا قلنا سؤال الامتحان، سؤال الامتحان اهو، وفي اسئله هنا يا شباب بنسميها ايه؟ اسئله القرش. ودي بتبقى اسئله ايه يا شباب؟ صعبه شويه ومعقده شويه للطلبه. تعالوا نخش على سؤال الامتحان. سؤال الامتحان كل الطلبه بتبقى عارفاه في السؤال المرتب بيقول لك 2 س ناقص 1 فاصلة 2 صاد بتساوي كام يا شباب؟ 15.18. عاوز هو جذر س أو 2 س زائد صاد. الموضوع يا شباب بسيط جدا، حاجة بسيطة ملهاش لازمة. واحدة واحدة يا مستر بس أمورك. اكس مشكولة في نصين. أساوي الأول بالأول. 2 س ناقص 1 هتساوي كام يا شباب؟ 15. سويت الأول بإيه؟ بالأول. ودي دي يا مستر بعكس الإشارة. واحنا بنقول أنت ما قسمتش ليه؟ احنا قلنا بنمشي البعيد الأول. يبقى 2 س تساوي 15 زائد 1. يبقى 2 س تساوي كام يا شباب؟ 16. الله، ده لسه في حاجة مضايقة السين اللي هي إيه يا شباب؟ ضرب. عكس الضرب يبقى السين بتساوي 16 على 2 تطلع فيها كام يا شباب؟ 8. كده قدرت اجيب س. اخش على الصاد.
2 صاد تساوي 18. مين اللي مضايق الصاد؟ ضرب، نكتبها اسما. بص الاثنين جنبها صاد. بص انا عاوز امشي الاثنين اقسم 18 على الاثنين، يبقى الصاد تطلع بكام يا شباب؟ تطلع ب9. بس هو مش عاوز س وصاد، ده هو عاوز جذر. جذر يا شباب 2. السين بكام؟ ب8. تاني هو عاوز قيمة الحاجة دي بكام؟ الاثنين تنزل. السين حضرتك جايبها بكام؟ جايبها ب8 زائد الصاد ب9. احسب حسبة دول يا شباب اشوفهم يطلعوا كام؟ يطلع الاجابه كام؟ 5. هنا بعض المسائل دي بتكون غلسه شويه، خلي الطالب يتوحد. اول مساله اما اجي اقول لك 3 اس س الفاصله جذر صاد التكعيب بتساوي 1 و2. دي سؤال ممكن يكون صعب شويه الناس تشوفه في المعاصر ده، مثلا صعب ومش صعب، كلام بسيط جدا، كل حاجه بسيطه. طيب نعمل ايه؟ اساوي الاول بالاول 3 س بتساوي كام؟ طيب بعدين ايه 3 س بتساوي 1؟ اي حاجه تساوي 1 يبقى اللي فوق ده بكام؟ بكام؟ فكر. اللي فوق ده يا شباب بيكون بكام؟ بصفر. يبقى الس بتساوي كام؟ صفر. تاني 3 اس س بتساوي 1 يبقى الس هنا بكام يا شباب؟ بصفر. طب الثاني جذر التكعيب صاد بتساوي كام؟ 2. انا عاوز امشي الجذر ده جذر نعكس جذر اس. خلي بالك على السبوره ترجع ليها. عكس الجذر يا شباب اس، يبقى الصاد تساوي 2 اس 3. يبقى الصاد بتساوي 2 اس 3 بكام؟ 2 في 2 في 2 تطلع لي بكام يا شباب؟ تطلع ب 8. يا ترى في مساله ثانيه؟ طبعا في مساله ثانيه انا هديها لك، ممكن اسيبها لك زي ما كنت بفكر فيها. فكر اهو، اللي هو ايه يا شباب؟ ا زائد ب تساوي او فاصله وب اس 3 بتساوي كام؟ 10 و8. تقدر تجيب لي ا بكام وب بكام؟ فكر فيها وان شاء الله لو محتاج الحل خش على قناه التليجرام اللي هتلاقيها في الوصف، هتلاقي اجابات التدريبات دي كتدريب بسيط. خلاص ان شاء الله دلوقتي يا شباب هنروح للفكره الثانيه. دلوقتي يا شباب هنروح على الفكره الثانيه ان شاء الله، الحاصل الديكارتي. ايه هو الحاصل الديكارتي؟ الحاصل الديكارتي يا جماعه، الحاصل الديكارتي ده معناه بضرب مجموعتين في بعض، يبقى بالبلدي كده هو حاصل ضرب المجموعات. الايه يا شباب؟ المجموعات. طب يا مستر مش فاهمين قوي، تعال نشوف كده واحده واحده. لما اجي اقول لك 2 مجموعه في 3 تعرف تضربها لي؟ اعرف اضربها لك. بكام دي يا مستر؟ 2 في 3 كل الطلبه هتقول لي ب6. لا الحل مش ب6. الحل يا شباب بفتح قوس وبحط ال2 وفاصله ال3. ال2 وفاصله يا شباب ال3. طيب بعد كده لما اجي اقول لك مجموعه زي ال2 عاوزه تتضرب في مجموعه اسمها 3 و4، تقدر يا مستر تقول لي بكام؟ اقدر اقول لك بكام. سهله جدا. هضرب يلا كأن انا داخل اسلم على اصحابي، هخش اسلم على ال3 وهخش اسلم على ال4. يعني انا دخلت سلمت على ال3 واخش اسلم على الكام؟ على ال4. وما تنساش القوس الكبير. سهله جدا يا مستر. طيب واحده كمان، افترض انا جاي عندكم البيت وانتوا قاعدين 3 موجودين اسمكم ا وب وج، تقدر تقول لي الناتج بايه؟ طبعا كأن الاثنين دي يا شباب تخش تسلم على ايه؟ على كله. يبقى كام؟ 2 والف، 2 وب، 2 وج، وما تنساش القوس الكبير. كأن انا داخل البيت هسلم عليكم. طيب الجزء الثاني يا شباب تعال نتكلم في ايه؟ تعال نتكلم في لو داخل رقمين 2 و3، تقدر تقول لي يا مستر تضربها لي في 4 و5 و6؟ ايوه سهل جدا. اول حاجه ال2 هتخش تسلم
اللي هو كام؟ 2 و4، 2 و5، 2 و6. ايه اللي حصل ده؟ الاتنين دخلت سلمت عليهم كلهم. طب بعد كده التلاتة هتخش تسلم، 3 و4، 3 و5، 3 وكام يا شباب؟ و6، واقفل القوس. طيب هنبدأ نتكلم بقى في ايه؟ اعكس الأمر. افرض ان انا اديتك واحدة زي دي كده مثلا، مجموعة اسمها 4 و5، وطلبت منك كام في كام؟ يعني المجموعة كام في كام؟ تقول لي يا مستر ايه؟ تقول لي المجموعة 4 في المجموعة كام يا شباب؟ 5. طيب اللي بعده، اللي بعده يا شباب الموضوع بسيط. لو جيت قلت لك مجموعة اسمها س بتساوي كام؟ 4 و5، ومجموعة اسمها ص ب1 و2 و3، وطلبت منك شوية طلبات. مين شوية الطلبات؟ أول طلب يا شباب س في ص. عاوز أضرب س في ص، طبعا دي معناها إيه؟ س حاصل ديكارت ص. طب عاوز ص في س، عاوز س تربيع، عاوز ص تربيع، أي حاجة بقى. طبعا ده كلام سهل جدا يا شباب. مين س في ص؟ تحط السين ب4 و5 في، حط الصاد 1 و2 و3، يلا اضربهم في بعض. الأربعة تخش تسلم، يبقى 4 و1، 4 و2، 4 و3، بعد كده 5 و1، 5 و2، 5 و3. خلص السؤال. بس يا مستر انت غلطت. غلطت. ما تنساش القوس ايه يا شباب؟ الكبير. طيب لو جيت طلبت منك قلنا س في ص، طب هنا عاوز ص في س، سهلة جدا برضه. من ص في س حط الصاد. متبدلين يعني؟ بدل ما هبدأ بالسين هبدأ بمين؟ بالصاد. 1 2 3. في الصاد بكام؟ أو السين بكام؟ 4 و5. تكمل؟ أكمل. سهل جدا. أكمل إزاي يا شباب؟ أكمل الموضوع بسيط. هخش يلا 1 و4، الواحد هتخش تسلم 1 و5، 1 و6، 1 قصدي وكام؟ 1 و4، 1 و5، بعد كده 2 و4، 2 و5، 3 و4، 3 و5. طبعا يا جماعة زي ما انتم شايفين كلام بسيط جدا. طيب لو طلب مني الراجل ده س تربيع، س تربيع دي معناها ايه يا شباب؟ س في س. طيب السين بكام؟ السين عندك ب4 و5، السين التانية ب4 و5، يلا يخشوا يسلموا. 4 وكام؟ 4. الأربعة تخش تسلم الأول. 4 و4، 4 و5، 5 و4، 5 و5، وما تنساش القوس. طيب ده يا شباب لو طلب مني س في ايه؟ س في ص. ممكن يجي يغلس عليا ويقول لي ايه؟ مثلها بمخطط سهمي. ايه يا مستر المخطط السهمي ده؟ سهل جدا. من المخطط السهمي؟ المخطط السهمي يا شباب بتعمل المجموعتين، المجموعة س والمجموعة ايه يا شباب؟ ص، وتكتب هنا س وهنا ايه يا شباب؟ ص. تكتب جوه السين بكام؟ السين 4 و5، الصاد 1 و2 و3، وتبدأ توصل. أوصل إزاي؟ الأربعة تتوصل بهم كلهم. الأربعة تتوصل إيه يا شباب؟ بهم كلهم، والخمسة بهم كلهم. وكده يبقى إيه يا شباب؟ خلصت. ده اسمه مخطط سهل. خلينا طلب مني مثلا مخطط حاجة تاني، مخطط ديكارتي أو بياني. تعملها إزاي يا مستر؟ بص سهل جدا. بص هنا السين والصاد واقفين كده جنب بعض، انما هنا بدل ما الاثنين واقفين كده، بص واحده كده، دي مين؟ الاولى صاد، والثانيه اهي. في مدرسين بيعملوها او ناس او كتب بتعملها غير كده. الاثنين طبعا ايه يا شباب؟ صح. وابدا اكتب الصاد فيها 1
و2 و3 والسين فيها 4 و5 واكتبها ايه س. بعد كده ابدا اعمل نقطه هنا. النقطه دي عباره عن كام؟ 1 و4. طب النقطه دي 1 و5. النقطه دي 2 و4 وهكذا. النقطه دي 2 و5. النقطه دي 3 و4. النقطه دي 3 و5. ده اسمه مخطط ايه يا شباب؟ ديكارتي او بيان. هنا لو طلبت منك برضو اعملها لي بمخطط سهمي. طب هنا المخطط السهمي يا شباب ليه طريقتين. اشمعنى يا مستر ليه طريقتين؟ عشان دي مجموعه من نفس العناصر. نفس ايه يا شباب؟ العناصر. طيب يعني ايه نفس العناصر؟ لما اجي اقول لحضرتك ممكن اعملها كده طبعا اهي. ده المخطط السهمي سهل جدا. اكتب فيه 4 و5 4 و5 ووصل اهو اهو. طب يا مستر فيه تاني؟ فيه تاني. ممكن اجيب لك ايه يا شباب؟ دي 4 و5 اجي اعمل 4 كده واجي اعمل 5 كده. ده مخطط سهمي بطريقه تانيه. اشمعنى عملت هنا مخططين؟ عشان دي نفس يا شباب العناصر، يعني س وس. وابدا اوصل. اول حاجه 4 و4 4 فيها 4 غيرها تلف حوالين نفسها. بص. طب 4 و5 الأربعة تروح عند الخمسة. طيب 5 و4 الخمسة ترجع للأربعة. طب 5 و5 يا مستر ايه؟ طبعا هي دي مش سؤال امتحاني يعني، بس احنا قلنا ايه ما بنسيبش اي حاجة. طيب اللي بعد كده يا شباب احنا لسه شغالين في الفكرة التانية الحاصل الديكارتي. طيب لو جيت قلت لك ايه يا شباب؟ لو جيت قلت لك الراجل مديني س في ص. هو مدي س في ايه يا شباب؟ في ص. مديها بكام؟ مديها بالارقام 1 و2 1 و4 1 و5 وقفل القوس. تقدر تجيب لي س بكام؟ تقدر تجيب لي ص بكام؟ طبعا سهل جدا. هو هنا ضحك عليك. هو هنا جايب س في ص وعاوز يجيب منك ايه يا شباب؟ عاوز يجيب هو س بكام؟ س اللي في الاول، مش س في الاول، بالارقام الاولى. طب س بكام يا شباب؟ س ب1. طب والصاد ب2 و4 وكام؟ 2 و4 و5. طب يبقى دلوقتي ده اسمه ايه يا شباب؟ الحاصل الديكارتي. تاني الحاصل الديكارتي س في ص هو ضاربهم بقى ب1 و2 1 و4 1 و5. السين بالارقام الاولى، الصاد بالارقام ايه يا شباب؟ بالارقام الثانيه. طيب نكمل حاجه كمان. لو انا جيت قلت لك هل س في ص بتساوي ص في س؟ طبعا الكلام ده غلط. ليه بقى الكلام ده غلط؟ لان لا يصلح التبديل في الزوج المرتب. لا يصلح التبديل في الزوج ايه؟ المرتب. طيب في حاجه تانية يا مستر، حاجه بسيطه. لو جيت قلت لك س بتساوي 2 و1 الصاد بتساوي 5 و6. تقدر يا مستر تقول لي الزوج المرتب 2 و2 ينتمي لمين؟ ايه يا مستر ده؟ هي الاتنين دي تبع ايه؟ تبع س. والاتنين التانية تبع س برضه. يبقى الإجابة س فيها يا شباب س في س. يبقى بس تربيع. طيب سؤال التفكير. احنا اتفقنا بعد كل فكرة يا شباب بندي سؤال تفكير، على أساس لو أنت مش عارفه بتروح قناة التليجرام اللي قلت لك عليها تحاول تجيب منه إيه يا شباب؟ تجيب منه سؤال التفكير ده. اللي هو إزاي مثلا؟ اللي هو لو أنا جيت قلت لك س بتساوي 5 عاوز س أس 2 بكام يا مستر؟ طب اقول لكم على حاجه. السؤال ده احنا هنحله سوا. س اس 2 اللي هي معناها س في س. ده اسمه سؤال السلامات يا شباب. سلامات بيخش يسلموا على بعض. السين الاولى ب5، السين الثانيه برضه ب5. طب 5 و5 يبقى ب25؟ لا 5.5. وما تنساش الزوج والمجموع. دلوقتي يا شباب هنروح على الفكره رقم 3. يا شباب هنروح على ايه؟ الفكره الثانيه. خدنا الزوج المرتب، خدنا الحاصل الديكارتي. هنروح على ايه يا شباب؟ حاجه اسمها عدد عناصر الحاصل الديكارتي. يعني ايه عدد العناصر؟ يبقى عدد، الفكرة الثالثة عدد العناصر. عدد العناصر برمز له بالرمز ن. طيب الحاصل الديكارتي س في ص. يبقى معنى الكلمة دي يا شباب عدد عناصر الحاصل الديكارتي. طيب تعال نتكلم. لو قلنا س
س فيها كام؟ 2 و3، وطلبت منك ص 4 و5 و6، وطلبت منك يا دكتور س في ص، وعاوز ن س في ص. ايه يا مستر الفرق؟ هنا انا بسميها كده عشان ما تتوهش، مساله السلامات ما قبلهاش نون. دي س في ص بس من غير نون، يعني يسلموا على بعض. ازاي يعني يا مستر؟ الاتنين تخش تسلم، ده بتاع الفكره اللي فاتت. 2 و4، 2 و5، 2 و6. الاتنين سلمت التلاته هتسلم 3 و4، 3 و5، 3 و6، وما تنساش القوس الكبير. يبقى دلوقتي يا شباب سلموا على بعض. طيب ادي ده الجزء الاول. طب نون دي يا شباب سهله جدا، عاوز عدد العناصر. عدد العناصر بتاعت س كام؟ 1 2. ازاي؟ 1 2. عدد العناصر بتاعت ص 3. 1 2 3. 2 في 3 بكام؟ ب6. لو سالت اي واحد فيكم دلوقتي وقلت له يا مستر ن س في ص، تقدر تقول لي يا دكتوره هي بكام؟ طبعا يا مستر سهله خالص. طب احنا واخدينها اهي. طب لو بدلت هتفرق معاك ص في س؟ ص بكام؟ ب4 ولا ب3؟ ب3. س ب2، 2 في 3 ب6. طيب رخمت عليك وقلت لك عاوز ن س تربيع. طيب يا مستر سهله برضه. س تربيع معناها احنا بالسين كم مره؟ مرتين. س في س يبقى 2 في 2. 2 في 2 تطلع بكام يا شباب؟ ب4. طيب يا مستر عاوز ن ص تربيع. عادي برضه، كلام بسيط وسهل وملوش اي قيمه. ن ص تربيع عد الصاد مرتين كام؟ 3 في 3 تطلع بكام يا شباب؟ 9. دي هنفترض الفكره المباشره اللي هو كل الطلبه بتعرف تتكلم فيها. طيب طب تاني يا مستر، لو جيت قلت لك س بتساوي 4 وص بتساوي 5 و6، تقدر يا مستر تجيب لي ن س في ص؟ طبعا سهل جدا جدا جدا. بكام؟ عد السين فيها كم رقم؟ السين فيها يا شباب رقم 1. عد الصاد فيها كم رقم؟ 2. 1 في 2 ب2. خلصت. طيب تعال نرخم عليك. دي مسألة رقم 1. مسألة رقم 2، الراجل مدي ن س ب4 ومدي ص ب5 و6. طيب السين انا عاوز ن س في ص. السين فيها كم رقم؟ واحد هيقول لي يا مستر السين فيها رقم 1. غلط، ده هو حاطط لك قبلها نون، يعني عددها او ده هو العدد. عد السين فيها كم رقم يا شباب؟ فيها 4. وروح على الصاد، هو حاطط قبلها نون؟ لا، يبقى مش عددها، تعدها انت. 4 في 2 بكام؟ ب8. تاني ن س في ص مديني هو عدد س ب4، مديني عدد ص لا عدتهم. طب واحده كمان، مدي ن س ب5، مدي ن ص ب2، عاوز ن س في ص. طبعا سهل جدا، حاجه بسيطه خالص. طيب نروح اعد السين، ده هو عددها سبقني وعدها، والصاد سبقني وعدها. 2 في 5 بكام يا شباب؟ ب10. طيب ناخد حاجه كمان. لو جيت قلت لك ايه يا شباب؟ لو جيت قلت لك السين بتساوي 4، عاوز من حضرتك س تربيع، وعاوز من حضرتك ن س تربيع، وعشان نشوف ايه الفرق. طبعا يا مستر ده كلام سهل وبسيط ملوش لازمه. س تربيع تعرفها ان هي السلامات. يعني ايه السلامات؟ معناها س في س. طب السين دي بكام؟ ب4 بس، والسين التانية ب4 بس. يلا يا مستر سلموا على بعض. يبقى الإجابة 4 و4، وما تنساش القوس الكبير. يبقى من غير نون سلامات. طب بنون عدد العناصر. عد السين، عدها كام؟ 1. ما حدش يقول 4، لا عددها 1. 1 في 1 تطلع بكام يا شباب؟ ب1. طيب حاجة كمان، لو جيت قلت لك يا حبيبي ن س في ص بتساوي 15، ونون ص ب5، تقدر تجيب له ن س؟ اقدر اجيب ن س؟ طبعا سهل جدا. هنا حصل الضرب ب15 ونون ص ب5، هو عاوز الصغيره. بالبلد لو عاوز الصغيره اقسم، يبقى 15 على 5 فيها كام يا شباب؟ فيها 3. فيها كام؟ 3.
طبعا ده كلام فاضي زي ما انت شايف، حاجات ايه بسيطه. وده كان اسمه عدد عناصر الحاصل ايه يا شباب الديكارتي. دول 3 اجزاء او 3 افكار في الحاصل الديكارتي. ان شاء الله هتلاقي لك فكرتين كمان نازلين واحنا مع بعض، وان شاء الله كل حاجه هتكون زي الفل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.